المباراة الثانية ستجمع منتخب سوريا بمنتخب ماليزيا، مباراة ودية يوم الاثنين القادم استعدادا وتحضيرا لهذه البطولة. أما عن مباراة منتخب سوريا في بطولة نهائيات كأس آسيا، فإن المنتخب السوري في المجموعة الثانية إلى جانب منتخب أوزباكستان ومنتخب أستراليا ومنتخب الهند. المباراة الأولى للمنتخب السوري في هذه البطولة ستكون أمام أوزباكستان يوم السبت القادم إن شاء الله، ليس هذا السبت الذي بعده إن شاء الله، بتاريخ 13 من هذا الشهر. المباراة الثانية ستكون أو ستجمع منتخب سوريا بمنتخب أستراليا يوم 17 من هذا الشهر، يوم الثلاثاء تقريبا. المباراة الثالثة يوم 21 من هذا الشهر ضد منتخب الهند. برأيك هل سيتمكن المنتخب السوري من تجاوز دور المجموعات والتأهل إلى الدور القادم دور 16؟ نتمنى ذلك، ولكن شاركنا رأيك عشان يوصلك المزيد من فيديوهاتنا إن شاء الله. سنقوم بتغطية شاملة لهذه البطولة، بطولة نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها دولة قطر.